احرم اللي بتحبه من الحاجات دي ووعدك ان هو هيجري وراك. 1. طبق معاه استراتيجية الغموض، يعني حسسه انك بتحبه لكن في نفس الوقت قادر تعيش في بعده عنك لو قرر ان هو يبعد عنك ويسيبك، علشان لو ضمن حبك ليه وضمن بقائك صدقني هيمرمطك. 2. اياك والملاحقة المستمرة معاه، بلاش انت اللي طول الوقت انت اللي تدور عليه. اتقل، اديله فرصة يشتاق لك، اديله فرصة هو اللي يدور عليك في يومه، ولو مدورش يبقى لازم تعرف هنا انك ملكش اي وزن في حياته. 3. واخر حاجة، ركز على حياتك وما تحاولش تحسسه ان استكمال مسيرة حياتك مربوطة بوجوده في حياتك. لازم تبان قدامه قوي وحياتك بيه او من غيره مستمرة وماشية ومكملة. من الاخر كده لازم تحسسه ان هي مش واقفة عليه، ولازم تثبت له انك ناجح وانك ما كنتش مستني وجوده في حياتك علشان تكون ناجح. ومن هنا لازم انه يحاول يحافظ عليك. عارف ليه؟ علشان انت صدرت له الصورة كاملة عنك انك شخص بيحب نفسه. مش شرط انك اناني، مفيش حد ما بيحبش نفسه. بتحب نفسك يعني عارف قيمة نفسك كويس قوي، وهو هنا حرفيا هيمسك فيك بايده واسنانه ومش هيفكر ابدا انه يتخلى عنك.